9 حاجات اتعلمتهم من تجربتي لما اتقدمت للجواز واترفضت. واحد، لازم تحدد امكانياتك. مشكلتي لما دخلت في الموضوع ده هو ان دي كانت اول مرة ليا الواحد يخطو خطوة زي كده. فالواحد داخل بصدر مفتوح كده، اللي هو يلا نعمل كل حاجة، عناية، وهكذا. فمشكلة الموضوع ده ان احنا لازم نفرق بين الحب وان انت عايز شخص، وبين انك تقعد قعدة رجالة مع شخص انت بتتكلم معاه عشان انت عايز بنته، او شخص انت يعني فعلا بتشتري من عنده اغلى حاجة عنده. والموضوع المفروض ان هو مش فلوس وبس، ولكن الفلوس هو جزء مهم جدا جدا فيها. فانت لازم تكون محدد امكانياتك، وبامكانياتك هنا برضو مش بس فلوس، امكانياتك اللي هي امكانياتك النفسية، امكانياتك هتعيش فين، امكانياتك الحاجات اللي هتوفرها، وهكذا نوعية اللايف ستايل بتاعك. فلازم تحدد امكانياتك علشان تبقى عارف انت ارضك فين وما تتراجعش عنها. تمام؟ او مش ما تتراجعش عنها، اللي هو ده اكتر شيء انت ممكن تقدمه. اكتر من كده هيبقى ضغط سلبي وملوش اي لازمة، لانه هيحط الطرفين تحت ضغط ملوش لازمة ومحدش هيتبسط في الاخر. فرقم واحد، مهم جدا انك تحدد امكانياتك المادية والنفسية واللايف ستايل، وانت تقدر تقدم ايه على الترابيزة. 2، خليك مألوف للأهل. خليك مألوف لأهل العروسة أو لأهل زوجتك أو لأهل البنت اللي أنت بتتقدم لها، لأنه معظم الجواز متهيألي، يعني من اللي أنا بسمعه حواليا، إنه أنت يا إما صديق البنت في الجامعة، أو من نفس المدينة أو من نفس المنطقة، أو أهلها يعتبروا أصدقاء أهلك، أو أنتوا أصلا أهل ودي بنت عم أو بنت خالة أو كده. فلازم يكون الأهل أو أهل الزوجة مرتاحين نفسيا مع فكرة إن هم يدوا بنتهم لهذا الشخص. لكن لما بتروح كده لكن لما بتروح كده مش عارف، اللي هو من الدار للنار زي ما بيقولوا، أو مش عارف إيه، في عصفور بيقرب على الموبايل أو بيقرب على الكاميرا، خايف يوقع الموبايل. المهم، لما بتروح كده من الدار للنار، أكيد هما ما بيكونوش مرتاحين مع فكرة إن هما يسلموا بنتهم، لحد غريب 100%، أهله غراب 100%، ما يعرفوش أي شيء. حتى لو هما كويسين تمام، ممكن يكونوا قريبين وعارفينهم وناس وحشة، بس اتليست هما قادرين يحددوا راسهم من رجليهم ومين الناس دول وهكذا. ففي الأول قبل ما تخطو خطوة إن أنت تنجيج أهلك في الموضوع أو تدخل أهلك في الموضوع، اعرف أهلهم أول، وخلي أهلها يعرفوك أنت شخصيا، علشان ما تتعرضش لمواقف سيئة وتعرض أهلك لمواقف سيئة. تمام؟ فخليك مألوف للأهل، وده هيكون مفيد ليك وليهم وللموضوع كله عامة. رقم 3، اختار حد يفهم المعطيات. دي مهمة قوي. انت ممكن تكون طالع من حتة معينة، او ظروفك انت طالع من حتة معينة وانت شايف ان انت بتدي اقصى ما عندك، او انت بالنسبة لك ده الفيري بيست. زي مثلا على سبيل المثال، يعني الموقف بتاعي انا هو انه انا عايش بره مصر. فانت اي حد مغترب، احنا كلنا عارفين الغربة بتمشي ازاي، سراير وبيت سبيسز وشيرنج وبارتيشنز ومش عارف ايه. وبيكون حلم اي شاب مغترب، لو هو لسه بادئ وبقاله 2 3 4 5 سنين، وفي ناس بتقعد بال8 سنين وال9 سنين، بيكون حلمه ان هو يبقى عنده بيت، حتى لو استوديو صغير او بس غرفة وصالة. مثلا احنا عندنا في مصر او اي بلد عربي، مفيش حد بيتجوز في استوديو او في، يعني نادرا جدا ما بنلاقي حتى غرفة وصالة. كله بيتحضر او بيجهز بغرفتين وصالة، غرفة الماستر والغرفة بتاعت الاولاد في المستقبل او بتاع. فبيكون الناس هم واخدين الموضوع من فكرة الغرفتين وصالة مثلا، وانت شايف ان انت بتقدم الدنيا بان انت هتوفر في الغربة سكن زوجية، او اللي هو العشة الزوجية بتاعتك اللي هي استوديو او غرفة وصالة او بتاع. انت بالنسبة لك كده انت يعني معدي الليميتس وجاي على نفسك وبتحوش ومن اليمين والشمال بتحط كل فلوسك في حاجة زي كده بس عشان تخطو هذه الخطوة. هما بالنسبة لهم ممكن يكونوا مش حاسين ليه، لان هما مش ان تاتش مع الظروف بتاعتك، او ممكن يكونوا مش فاهمين قوي ما معنى انك تعيش في البلد اللي انت عايش فيها، ان كان بقى في دبي، في المانيا، في نيويورك، في اونتاريو، في تورونتو، وات ايفر. فالحتت دي كلها صعب جدا المعيشه والسكن عكس مصر مثلا.
فانت في مصر ممكن تأجر غرفتين وصالة ومش عارف ايه وبتاع بتمن سرير في شقة فيها 20 فرد ولا 24 فرد هنا في الامارات ولا في دبي يعني تحديدا. فاختار حد يكون فاهم امكانياتك وفاهم ان اللي انت بتقدمه ده فعلا اكتر شيء عندك، عشان ما تحسش ان انت بتحط كل حاجتك على الترابيزة، بس بالنسبة للطرف التاني او للشخص التاني هو حاسس انه عادي، يعني هو ما كده كده كان هيحصل ده، او كده كده هو مش عارف ايه. لا، هو مش كده كده، هو لازم نفهم الظروف بتاعت كل فرد علشان نفهم هل هو كده فعلا بيضحي ولا لا. طيب، المسافات بتعيق دقة المعايير. ودي حاجة مش بس في اللونج ديستانس ريليشن شيبس، دي حاجة بالنسبة غالبا لأي مغترب، لأنه بيكون صعب جدا إن الواحد يلاقي البارتنر بتاعه أو الشريك بتاعه في الاغتراب أو في البلد اللي هو مغترب فيها أو كده. فطبعا لما بيختار بنت البلد أو بنت بلده أو حد معرفها أو الكلام ده، البعد والمسافات وعدم الاحتكاك الكتير ده للأسف بيخليك تخطئ في حكمك على معايير الصفات الشخصية للشخص وللأهل الاتنين. الاحتكاك والمواقف الكتير بتخليك تفهم قد ايه مثلا الشخص ده هادي، قد ايه الشخص ده هو بتاع مشاكل ولا مش بتاع مشاكل، قد ايه الشخص ده لو حصل موقف في الحياة هل هيقف جنبك قوي ولا مجرد هيديك كلمتين كده اللي هو ان شاء الله خير ومش عارف ايه، ولا هيقف جنبك بالفعل، وهكذا. فالمواقف والقرب والاحتكاك الكلام ده كله بيخليك فعلا تحدد المعيار الصحيح لهذا الشخص، وهل هو هيقف جنبك ولا لا. اسف لو الكاميرا بتتهز. وهل هو هيقف جنبك فعلا ولا لا. فالمسافات بتعيق ده. فده معناه ايه؟ اوبا طيب الموبايل كان هيقع طيب ده معناه ايه؟ ده معناه انه خلي عندك روم، مش فور disappointment او ان انت اللي انت شايفه مش هو فعلا الحقيقي، بس خلي عندك غرفة من تقبل انه هيكون في طيف من الموضوع، ان هو مش في الحتة اللي انت فاكرها، ان هو ممكن يطلع اكتر او ممكن يطلع اقل بكتير او اكتر بكتير وهكذا. 5، اسمع كلام اهلك. للأسف احنا اهلنا بيكونوا، او مش للأسف، هو لحسن الحظ اهلنا بيكونوا مش داخلين في الموضوع بمشاعرهم، احنا نفسنا بنكون داخلين بمشاعر وبنكون بنحب وبنكون مش شايفين قدامنا وعايزين الحاجة دي تحصل، فبتكون ماشي كده من غير فرامل، فمتعرفش تشوف المعطيات اللي حواليك وتحكم عليها بنظرة عقلانية شوية. أهلك غير كده، أهلك بيشوفوا التفاصيل دي. فاسمع كلام أهلك أو يا سيدي عشان بس تبقى روش ويبقى أنت عامل حاجتك بنفسك مش عارف إيه، حط كلامهم في الاعتبار. ونقطة اللي بعدها، نقطة رقم 6، بعد تسمع كلام أهلك عيد النظر في كل المعطيات، الحاجات اللي أنت شايفها في رأي أهلك، في رأي الناس فيك، هل الاتنين بيماتشوا أو إحنا شايفين إنه في نقطة التقاء ولا لأ، ولا ده شايف حاجة وده شايف حاجة والدنيا مش ماشية وهكذا. فمهم جدا إنك تعيد النظر في كل المعطيات علشان تبدأ تحدد وجهتك، هتكمل في الموضوع ده لآخره ولا هو كده كده من الأول الدنيا مش افضل حاجه، فاحنا بنترقب ان الدنيا ممكن تمشي. طبعا احنا بنتوكل على الله، وطالما حطينا هدف بنمشي فيه للاخر وبنبقى قد كلامنا للاخر، ولكن دايما يبقى عندك كده اللي هو ايه، انت بس اوير او قادر تفهم وتقرا المعطيات. هيقع تاني ولا ايه؟ ربنا يستر. طيب اعرف هتتعرض لايه. انا كاتب هنا على 3 مشاعر، بس خليني اقول لك يعني كذا شعور، كذا مشاعر، خليني اقول لك كذا شعور. اول حاجه ان انت اول ما بتخش في الرسميات الحب، وانك بتكلم واحده خلسه، وانك يعني في كده احساس من الشعور الجميل في انك بتفتح كلام جديد، تتعرف على شخص وحاسس بمشاعر، كل ده بيختفي كانك كده فتحت النور على الضلمه، بيختفي على طول اول ما بنخش في الرسميات، ويبقى فيها مسؤوليه ويبقى فيها
حاجات رسميه اللي انت لازم تعيد في حاجات كده وتبعت مش عارف ايه وتاخد بالك من الرسميات والبروتوكولات والكلام ده كله. ده مهم وفي الاغلب كلنا عارفينه، بس اللي احنا مش عارفينه هو، او اللي انا ما كنتش اعرفه، هو انك هتعرض لمشاعر قويه جدا لو الموضوع وقف، زي الحزن والفقد والعجز. الحزن والفقد ده متعارف عليه، العجز جديد. الحزن والفقد هو احنا بنتعرض ليه لاي بريك اب او اي اتنين بيسيبوا بعض او كده، بيكون في حزن وفقد يعني. ولكن العجز هو اللي جديد. ليه؟ لان الحب ده مش حب واحد وواحده، يعني الموضوع ما خلصش بين الواحد والواحده، هو الموضوع بيتقفل من كل النواحي. بتكون انت خدت خطوات فعلا للاخر وعملت اللي عليك، والموضوع بيكون مكلف طبعا، خصوصا لو انت مغترب يعني. تنزل بتحجز لاهلك، يعني انا بالنسبه لي انا من محافظه، والناس اللي انا رحت لهم من محافظه تانية وفي منطقه بعيده جوه المحافظه التانية، فانك تجيب اهلك وتقعدهم اسبوع في حته وانت تنزل تستقطع من شغلك وتاخد اجازه وتنزل وتقعد اسبوع وتزور زياره واثنين وثلاثه وبتاع. كل ده طبعا مكلف وقت ومجهود ونفسيه، وبتحط اهلك ويعني في ضغوطات، او مش ضغوطات بس بتنجيج اهلك بقى معاك. فلازم تبقى عارف انه لو الموضوع ده خلص، بيبقى الناس شايفاك ازاي، انت عرضت اهلك لايه. فبيكون في نوع من انواع العجز جنب الحزن والفقد. ومش شرط يكون الموضوع انتهى بينك وبين البنت، هو موضوع انتهى بين الاهالي، وفي نفس الوقت بينك وبين نفسك الموضوع انتهى، لانه الاهل ليهم قدر كبير. تمام. فلازم تعرف انك تتعرض لمشاعر جديده، فحاول تخلي يعني تبقى عارف ده، بحيث لما تتعرض ده ما تقفلش من الموضوع كله، من الجواز مثلا كله او مش عارف ايه. لا، كل شيء اسمه نصيب، فما تبقاش قافل من الموضوع كله. لا، هو مجرد ستيب وهنحاول وربنا هيرزقك بالحاجه الصح. ولكن لما الموضوع بيقف، بيكون فعلا احنا دخلنا وتعرفنا على ناس واتفقنا على كلام ومش عارف، بيكون في بوندز اتكونت اوريدي. بيبقى صعب يعني توليد جو حاجه زي كده، خصوصا ان هي مش بس بينك وبين شخص والموضوع بس مجرد شعور بالزهق او شعور بانك لقيت حاجه حلوه في حته تانية. لا، هو موضوع فيه اهالي، وموضوع فيه رسميات، وموضوع فيه كلام رجاله، وموضوع فيه حاجات كتير. فلما بيحصل فقد بيكون فيه جزء من العجز. اخر حاجه، مش اخر حاجه، قبل الاخيره، انه البنت مش ملامه. الواحد وهو صغير كان بيشوف اللي هو ايه، انا رحت الجيش ورجعت لقيتها متجوزه، انا رحت مش عارف ايه ورجع، او حصل مشاكل وهي ما وقفتش ضد اهلها معايا مش عارف ايه. هي البنت اكيد ليها دور، اكيد ليها دور، واكيد هي لو عايزه الموضوع 100% هتحاول وتقف قدام اهلها وتتكلم ولا والقصد وما كانش القصد ومش عارف ايه. بس في الاول في الاخر البنت لا تلام، لان هي ما فيش بايدها حيله، والطريقه الوحيده للحصول على البنت هو من الوالي بتاعها، لان احنا مسلمين. فكده كده هي ملهاش حيله. لو والدها لا طبعا. هل في طرق تانية؟ اكيد بقى حاجات في الشرع وكده، احنا مش اهل ان احنا نتكلم في حاجه زي كده، ولكن بنتكلم في العموم ان البنت مش ملامه، ما تقدرش تهرب من اهلها، ما تقدرش تعصي كلمه كبيرها في الوقت ده اللي هو والدها او الوالي بتاعها، اخوها الكبير، عمها، وات، وهكذا. وده جزء من موضوع الحزن والفقد والعجز، لانه هي مش البنت اللي سايباك، او مش البنت اللي مش عايزاك، ولكن هو انت جريت في الموضوع للاخر، وفي الاخر الموضوع اتقفل، مش بارادتك ولا بارادتها الشخص اللي انت بتبادله الشعور، ولكن دي الاراده دي اراده ربنا. ودي اخر نقطه، انك تتقبل اراده ربنا، وانه مفيش اراده، لا ارادتك انت ولا اهلك ولا اهلها ولا هي هتفوق او هتعدي اراده ربنا. واكيد طالما الاكسبيرينس دي او الخبره دي او الموضوع ده عدى بسلبيه او بايجابيه، في كلا الحالتين ربنا بيكون عايز يعلمك حاجه، ودي ارادته، ومفيش حد هيقدر يتخطى ارادته. والابتلاء هنا او الامتحان هنا هو انك تقدر تتقبل ارادته، وتشوف الدروس اللي هو عايز يعلمها لك، وتعدي الموضوع ده وتطلع منه افضل. بس فدي شويه حاجات انا حبيت اشاركها من تجربتي، لسه طازه، لسه كده، في اني اتقدمت للجواز ويعتبر اترفضت. بس
وفي حاجه مهمه، انه اول حاجه ندعي كده انه ربنا يوفق الشباب اللي بتسعى للموضوع ده في الزمن ده، من ظروف اقتصاديه لسهوله المحرمات، مش هنضحك على بعض. وفي نفس الوقت ربنا يعين الاولياء والابهات، لانه برضو الشباب الحاليه مش معظمها كويس، مفيش كتير ولاد حلال ومش عارف ايه. فهو الراجل برضو او الوالي او الشخص الكبير ده وهو بيدي بنته لحد، ربنا يكون في عونه على الشعور والبروسيس دي. هو الموضوع برضو محتاج سكيلز. فاللي انا بقوله ده كله هو سكيلز انت تسلح بيها نفسك، علشان لو الشخص التاني او اللي هو والدها او الوالي بتاعها او كده ما عندوش سكيلز اداره الموضوع ده، والشعور اللي هو الاوتوماتيك انه لا، وانه اصعب الموضوع، وانه نطلب ماديات اكتر، او انه نرفض خالص بدون نقاش، او ندخل الموضوع في عند او تبقى انت عارف وواعي بالطريق، فتقدر تتعامل بيه، او تقدر تتعامل مع الحاجات اللي هتقابلها او مع المطبات اللي هتقابلها. بس لكن هو بيتعرض لتحديات زي ما انت بتتعرض لتحديات، وزي ما قلنا في الاول في الاخر اراده ربنا هي اللي بتكون، وهي اللي هتكون غصب عن اي حد. بس شكرا لو انت كملت الفيديو اللي هنا، بتمنى لك التوفيق لو انت بتقدم على خطوه زي كده، ويا ريت تدعي لي تتمنى لي التوفيق لو انا بقدم على خطوه زي كده. والمنظر جميل، ها، منظر جميل قوي، الحمد لله. الحمد لله.